تفتكر الكمبيوتر العادي بيشتغل ازاي؟ عشان الكمبيوتر اللي معاك يقدر ينجز المهمه اللي بتديها له، ففي ملايين من اللوجيك جيتس او البوابات المنطقيه بتشتغل. اللوجيك جيتس دي عملياتها قائمه على البت اللي بتكون يا اما بصفر يا اما بواحد، نظرا لان الاشاره الكهربائيه يا اما بتكون اون شغاله او اوف فاصل عنها الكهرباء. طيب اللوجيك جيتس دي بتشتغل ازاي من جوه؟ ايه اللي بيحصل جواها بيخلي جيت زي نوت جيت مثلا تحول الواحد لصفر والعكس؟ على المستوى الخاص بالرياضيات فنقدر نمثل اللي بيحصل جوه اللوجيك جيتس دي عن طريق معادلات رياضيه، والمعادلات دي بتكون بسيطه جدا جدا، يعني ضرب طرح ضرب وطرح. العمليات بسيطه عشان احنا ما عندناش غير احتمالين بس، صفر وواحد. فهتلاقي بوابه زي نوت مثلا بتشتغل بالمعادله دي، واحد ناقص اكس، حيث اكس دي هي قيمه البت اللي انت مدخلها. فلو صفر فهنقول واحد ناقص صفر فهيبقى بواحد، وكده فعلا البوابه عكست الصفر خليته واحد. وبنفس المنطق واحد ناقص واحد هيبقى بصفر، وكده عكست الواحد خليته بصفر. شفتوا سهل ازاي؟ هتلاقي بقى بقيه البوابات المنطقيه شغاله بمعادلات شبيهه، يعني بوابه اند بتعمل عمليه ضرب للقيمتين اللي بتدخلهم لها اكس في واي، الاكس والواي ممكن يكونوا صفار او وحايد. طيب تعالوا نعلى بالليفل شويه. تفتكروا بقى الكمبيوتر الكمي يشتغل ازاي؟ ثواني بس، يعني ايه كمبيوتر كمي اصلا؟ باختصار الكمبيوتر الكمي مش زي الكمبيوتر العادي. الكمبيوتر الكمي ممكن يستخدم الفوتونات او الذره في اتمام عملياته الحسابيه، عشان كده اتسمى كمبيوتر كمي كوانتم كمبيوتر، قائم على نظريات ميكانيكا الكم، العلم المختص بدراسه السلوك الخاص بالطاقه والذره. وهنا في الكمبيوتر ده احنا مش بنتعامل مع بت اللي هي صفر او واحد، لا، احنا بنتعامل مع حاجه اسمها كوانتم بت او كيوبت. لو جينا نبص على الفوتون اللي بيستخدمه الكمبيوتر الكمي في حساباته هنلاقيه مختلف كتير عن فكره كونه صفر او واحد. الفوتون يا جماعه ليه طبيعه موجيه، بالتالي الفوتون يحمل الخصائص الخاصه بالموجات، والخصائص دي هي التراكب والتشابك والتداخل والتفكك. في حاله التراكب مثلا الفوتون مش بيمثل صفر كقيمه واحده دايما، ولا واحد كقيمه واحده دايما، هو ممكن يبقى صفر او واحد او صفر وواحد مع بعض، يعني صفر بنسبه 30% وواحد بنسبه 70% وهكذا. بالتالي عشان نقدر نعمل حسابات على الموجات دي بالخصائص دي مش هنقدر نعمل حسابات بالطرق البسيطه اللي قائمه عليها البوابات المنطقيه. احنا كده بدانا ندخل في المتجهات او فيكتورز ومصفوفات او ماتريسيز عشان نعمل عمليات حسابيه على المتجهات دي. يعني بوابه كميه زي بولي اكس جيت شكلها عامل كده، لما بنضرب المصفوفه دي في المتجه صفر بتتحول لمتجه واحد. يعني بولي اكس جيت دي النسخه الكميه من بوابه نوت المنطقيه اللي بتحول من صفر لواحد والعكس. وفي طبعا بوابه بولي واي بولي زد، واللي اعقد من بوابه بولي اكس. يعني ممكن تقول ان بولي اكس دي ابسط بوابه كميه ممكن تشوفها. في بقى بوابه اسمها هادامارت، ودي بتدخل الفوتون في حاله التراكم، واللي هي اصلا الحاله اللي مديها الكمبيوتر الكمي القوه اللي هو فيها. تخيل حاجه بتحمل جواها عدد لا نهائي من الاحتمالات والقيم، تخيل سرعتها في حساب اي حاجه. الكمبيوتر الكمي يا جماعه اسرع من اسرع سوبر كمبيوتر ممكن تشوفه في حياتك. لو انت عندك مجموعه فيها 5 ارقام وعاوز تطلع رقم معين منهم، الكمبيوتر العادي بيمشي فيهم واحده واحده لغايه ما يطلع لك اللي انت عاوزه، لكن الكمبيوتر الكمي بيمشي فيهم مع بعض في نفس اللحظه. سرعه هائله وقدرات عبقريه. ولو مهتم تعرف اكتر عن الكمبيوترات الكميه وتاثيرها في المستقبل ممكن تروح تشوف الحلقه اللي ظاهره قدامكم دي، هسيب لكم اللينك بتاعها باذن الله في صندوق الوصف او في ريتد فيديوز. ممكن تعتبر الريل ده مكمل الفيديو ويوضح اكتر كيفيه عمل الكمبيوتر الكمي اللي هو باذن الله ممكن تعتبره المستقبل. تفتكر تحب تدرس حاجه بالعبقريه دي؟ قول رايك في الكومنتات. وبس كده، سلام عليكم.